اي اب وام لازم يسمع الفيديو ده عشان بعد الشر ما يفقدش طفله بسبب اهمال زي ده. طفله عندها 7 سنين ونص، مامتها بتكشف عند دكتور بقالها حوالي 7 سنين، تابعه معاه يعني على طول، فجالها دور برد، راحت للدكتور، كشفت، كتب علاج مناسب لسنها. صيدليه برضو مش اول مره تتعامل معاها، يعني بتتعامل معاها على طول، بعتت الروشته على الواتس وبعتوا لها الدواء كالعاده. بصت في الدواء كويس، شافت ازازه الدواء مكتوب، يعني بصت اول كام حرف هم فادته لبنتها وهي مطمنه. جت بنتها بالليل ادتها الجرعه اللي هي تقريبا كانت 6 مللي من الدواء الاساسي. انا هكتب لكم اسم نوعين الدواء اللي اتلخبطوا، يعني اخر تقريبا حرفين او اخر 3 حروف هما اللي مختلفين، بس الفرق شاسع. البنت نامت مفيش اي حاجه، وراحوا تاني يوم الصبح حمام السباحه او تمرين السباحه مش فاكره. المهم البنت فجأة وقعت على الأرض ومش عارفة تتحرك خالص، وفجأة دم طلع من بقها. اتضح ان الدواء حالات ذهان، يعني مش فاكرة قوي، المهم انه حاجة للمخ. الدكتورة طبعا سألت وعرفت ان ده اسم مشابه لاسم دواء تاني، عشان كده حصلت الكارثة دي. والمفروض ان الصيدلي يكون فاهم كويس جدا انه في ادوية زي كده شبه بعض. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. بس طبعا حق الام لازم يجي من الصيدلي اللي كان سبب في كارثه زي دي. تاني حاجه واجبنا احنا كاباء وامهات ان ناخد بالنا من الدواء، نبحث عنه، حتى لو احنا شايفين الدواء نبحث عنه. المشكله هنا ما كانتش مشكله دكتور، بس انا حصل معايا حاجه زي كده ان كانت بسبب دكتور، بس الحمد لله ساعتها ما ادتهاش الدواء ده. بقول ان كل اب وام حتى لو رايحين تكشفوا عند دكتور ابحثوا عن الادويه اللي كاتبها، هل هي ليها لازمه اصلا ان هو ياخدها ولا لا، ومناسبه لسنه ولا لا. فهحكي لكم ده في جزء تاني منفصل لوحده.